وبعدين معاك يا سامية، انت على وش ولادة يا حبيبتي. انا اللي قاهرني ياما للي جاي ده، ابوه مش هيكون موجود. ان شاء الله ربنا يفك حبسه ويرجعه من غربته سالم ان شاء الله. انا مش عارفه هعمل ايه انا وامه واللي جاي، احنا هنتبهدل. انا مش عارفه هنعيش منين. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي سلميها لله. ونعم بالله. خدي خدي يا حبيبتي. ايه دول ياما؟ دول 500 جنيه كنت محوشاهم لك عشان الولاده. والله ياما انا ما عارفه هعمل ايه في فلوس الولاده وفلوس المستشفى. انا مش عارفه اعمل ايه يا حبيبتي، قلت لك سيبيها على الله بقى. طبخين ايه؟ طب يا اخويا ارمي السلام الاول. صحيح عينك فارغه. مالك يا سامة بتعيطي ليه؟ مخنوقه عشان ما فيش فلوس. يا دي الفلوس يا دي الفلوس. خلاص مش عايز اسمع. ما هو انت كده اكل ومرها وقله صنعه. الله يرحم الزمن اللي كان الخال فيه والد. والد؟ شوف يا صبرا، انت بتتكلمي في زمن تاني خالص خالص. الزمان ده الخال حاله مال، فهمتي؟ مال ومش هيتعدل تاني. فرجتي الحلوه. حبيبي 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 حبيب قلبي. ازاي صحتك دلوقتي يا استاذ؟ استاذ دي اللي بتضحكني بقى في وربنا انت يا استاذ سيد الاساتذه كلها. حبيبي. السلام عليكم يابا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اخويا. ها طمني، عملت ايه؟ بطلوع الروح رضيوا يسامحوني على غيابي امبارح والنهارده. يعني مش هخصموا منك؟ الحمد لله. هيخصموا طبعا يابا، مش هيخصموا ايه بس. ده المدير بتاعي ده ارخم اخر 3 4 حاجات. ده ما كانش مصدق اني متعور غير لما وريته التعويره بعينيه. احمد ربنا، وهو درس ليك عشان تبطل تعمل بطل بعد كده. بطل ايه بس يابا؟ انا لا اكل. امال يعني مشك في المظاهرات وقبضك على الحراميه في نصاص الليالي ده تسميه ايه؟ انت رامبو؟ كنت تسيب الحرام يعني يابا؟ ايوه سيبه. طب انت مالك وماله؟ هو كان نط علينا يابا الكلام ده. طب ابويا بجد ولا ايه؟ في ايه يالا؟ هو ابويا يابا الكلام ده. ده انت اللي مربينا على الرجوله والشهامه. مش انا اللي ربيتك على الرجوله والشهامه؟ وبقول لك بقى ما تعملش بيهم السعاده. ايه بس يابا؟ يا ابني اسمع اللي بقول لك عليه. احنا بقينا في زمن اعمى واطرش. النهارده اخوك ابن امك وابوك لو قلت له اديني شويه تراب احطهم في عيني عشان اتعمي يقول لك تدفع كام. ده زمن ما بيعرفش الرحمه. معاك حق يابا، بس ده ايه علاقته باللي حصل معايا؟ المره دي ربنا ستر وضربه المطوه جت في كتفك، يعني كان ممكن تيجي في حته تانية تاخد اجلك، ساعتها كنت هتبقى مبسوط. ما اللي يعمل الصح يابا ما يندمش. الصح ما بقاش صح والغلط ما بقاش غلط في الزمان ده يا ابني، افهم بقى. فهمت اهو فهمت. فهمت ايه؟ ولا حاجه طبعا. طبعا هتفهم ازاي اذا كان دماغك بتركب شمال اساسا. كده يا ابني الشهامه والرجوله والكلام الكبير ده ما بقاش ينفع الايام دي. امال ايه اللي ينفع بقى؟ السكوت ولزوم البيوت. طالما انك انت ضمنت اكل عيشك خلاص عيش حياتك مالكش دعوه بحد. ايوه يابا، بس ده يعني انا اسف يعني اسمه جبن وانانيه. بعدين من راى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه. ما تكمل، سكت ليه؟ ومن لم يستطع فبقلبه، وهذا اضعف الايمان. ايوه صح، وهذا اضعف الايمان. احنا دلوقتي يا ابني في زمن اضعف الايمان ده. ايوه يابا، بس السكت عن الحق شيطان اخرس. يا ابني وانا كل ما هقول لك كلمه هتنط لي ب10. الله، ضعف الايمان ما هوش كفر، اللي ايمانه ضعيف احسن من اللي ما عندوش ايمان خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا امين يا اخويا؟ الحمد لله. مالك وشك اصفر كده ليه؟ لا ابدا، اصل حماتي من ضال تعبت شويه وجبنا لها الدكتور يجي من ساعه. الف سلام عليها، دي كانت زي الفل من شويه. زي ما تقول كده ضغطها وطي فعلت ضغطنا احنا من الخوف عليها. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله الحمد لله بقت كويسه. طب انا بقى هطلع اطمن بقى. تطمن على مين؟ على الحاج. واجب برضه. واجب برضه. ولا يابا؟ ايوه طبعا. صح. اطلع يا اخويا. واجب. اطلع الله يكرمك، ربنا يخليك يا سياد. اي خدمه اعمل بايه؟ بقول لك يا امين يا اخويا. خير تحت امرك. السؤال بسيط كده، بس انا كنت عايز اعمل دورة ميه في الدكان بتاعي، التصريح بتاعها يكلف قد ايه؟
وله دواء، وربنا ان شاء الله يشفيك ويمتع عينك بعيل يبقى من صلبك. بس يا أم أنا ما بقتش أنا، وسهام نظرتها اتغيرت ليا جدا بعد الموضوع ده، وأنا مش عارف أعمل إيه. يا ابني حرام عليك، ما تحطش الكلام ده في دماغك، ده انت ومراتك زي الفل، ما تخربش على نفسك وتحط في دماغك الوساوس دي. دي مش وساوس يا أم، دي حقائق. وايه دليلك على كده؟ سهام بقى عندها فطور من ناحيتي، ما بقتش تشتاق لي زي زمان. يا حبيبي تشتاق لك ازاي وانتوا كل يوم في خناق؟ وأنت معايا ولا معاها؟ انا مع الحق يا سيف، اللي بره الموضوع بيشوف اكتر من اللي جوه الموضوع. وشايفة إيه تاني يا أمي؟ شايفه انك تشيل الكلام ده من دماغك وتركز في علاجك بقى. علاج مش هيجيب نتيجة يا أمي. مين اللي قال الكلام ده بس يا ابني؟ الشفا مش هيجي في يوم وليله. أنا بقى لي أكتر من 3 سنين بتعالج ومفيش فايدة. الصبر يا سيف يا ابني، ربنا بيختبر ايمانك. ياما ناس كانوا زيك يا ابني وخلفوا. بس واضح إن أنا هكون مش منهم. ليه بس يا ابني؟ حالتي صعبة أوي يا أمي، 1 في ال1000. مين اللي قال لك الكلام ده بس؟ الدكتور أكد لي آخر مرة. يعني هو قال لك مفيش امل؟ قالها الصريحة، بس كان باين عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي يا أم الخيمة اللي ابنك فيها؟ شفتي؟ على بان مالك يا عبيد؟ والله ما انا عارف الناس جرالها ايه وايه الجشع اللي ملأ قلوبهم ده. خير يا اخويا، ايه اللي جرى؟ قولي. الراجل امين جارنا ده طالب مني 3000 جنيه عشان يعمل لي خدمه ويطلع لي الترخيص بتاع دورة الميه اللي هعملها في الدكان عندي. يا نهار ابيض، ده دورة الميه مش هتتكلف المبلغ ده كله، يقوم الترخيص يبقى غالي قوي كده؟ مش الترخيص اللي غالي وانت الصدق، ده الاكراميه اللي غالي. اكراميه؟ لا ما تقوليش، هو عم امين بياخد رشوه؟ بياخد، بس ده بيصلي. ما انا قلت له، قال لي دي نقره ودي نقره. وبيقبل المال الحرام على عياله؟ انا يا جت عليه من كله بياكل. وانت يا اخويا هتوافقوا على كده؟ انا مالي، انا اهم حاجه عندي انه يراعي الجيره ويعمل لي خاص. هو ده كل اللي يهمك يا راجل؟ ايوه هو ده كل اللي يهمني، مصلحتي ياك شيء ولا حد. يعني انت هتدفع له وتشجعه على اكل الحرام؟ ايوه ما ياكل، المهم مصلحتي. يا لهوي، بس ده كده انت هتبوظه على الناس. هو بايظ اصلا والناس الاخرين بايظين خلق، وبعدين يعني انا اللي هصلح الكون كله؟ بس مش ده المهم، مهم واللي حاسس في نفسي ال3000 جنيه اللي انا هدفعهم. طب ما تشوف يا اخويا حد تاني يمكن ياخد منك اقل. ما ينفعش يا فلح، كان ينفع قبل ما اكلمه، انما دلوقتي خلاص هو خد خبر بالموضوع، ولو شم خبر بقى ان انا لفيت من وراه عشان اخلص الحكايه دي هيعقربها لي ويوقف المصلحه. يا لهوي، ده وحش قوي كده ليه؟ طب بقول لك ايه، ما تسيبك خالص من موضوع الحمام ده يا اخويا، ما دام هتصرف فيه تكاليف جامده قوي كده. هسيبني من موضوع الحمام ازاي وليه؟ وانت مش فاهم؟ ما انت عارفه ان انا عندي السكر وكل شويه بتحصر، ولما اتحصر لازم افك نفسي، ومش معقول كل شويه اروح قافل الدكان وطالع على هنا او رايح حمام القهوه. حسيت عليك يا نانسي. معقول قلبها ينكسر كده يوم فرحها وعريسها يموت؟ كان مخبينا فين ده بس؟ كان مخبينا فين؟ وفجأة ما كانتش على البال ولا على الخاطر. بس بقى اللي انتوا عاملينه ده، وبعدين انتوا لابسين اسود ليه؟ تلبسوا اسود يوم فرحي؟ ده كلام يا ماما. اتفضلي بقى كلمي جو شوفيه فين لغايه اما البس. بنتي بتضيع مني، بنتي بتضيع مني يا جورج، الحقني الحقني.
ده ايه القرف ده؟ انت يا هانم، يا منال هانم، في ايه يا هشام مالك؟ مش عارفه احط ميك اب من صوتك العالي يا حبيبي. ميك اب؟ فين القميص اللبني بتاعي يا ابو خط رفيع ده؟ فين؟ معرفش، اكيد هتلاقيه عندك يعني. دورت عليه في كل حته ومش لاقيه. يبقى اكيد في الغسيل يعني او في الدراي كلين. وبعدين ما تلبس حاجه تانية يعني، انت محلتكش غيره؟ يا ستي بقالي شهر ما شفتوش، وحشني، قربت انسى شكله، خليتيني اندم على الحاجه اللي بتروح الغسيل، ما بقتش مآمن لو راحت انها ترجع تاني. يبقى اكيد ما فيش غيره، هو الواد بتاع دراي كلين هو اللي بيسرق الحاجه. استغفر الله العظيم يا رب. اتأكدي الأول قبل ما ترمي التهم على الناس، ما نبقاش منعكشين ومبهدلين ومهرجلين ونتهم الناس بالزور. في ايه يا هشام؟ معرفش بقى، بسأل الشغاله. يا هنية، هنية، هنية مش هنا، راحت تجيب لي البان من السوبر ماركت، لما تبقى ترجع بسألها. دي عيشة بقت تقرف، فهماني؟ وبعدين ايه كومة الهدوم دي؟ ايه كومة الهدوم دي؟ ها؟ أنا حاسس إن أنا في سوق العبور، والله حاسس إن أنا في سوق العبور. إشحال ما كنت جايب لك شغالة، ها؟ دي بتاخد تلت مرتبي وأنت بتاخدي التلتين التانيين، وأنا باخد صابونة. انا قلت لك 100,000 مره، هنية شغاله فاشله وانت بتقعد تدلعها، واقف في صفها دايما. اشرب بقى. والله؟ وانت بتعملي ايه بقى يا ست هانم؟ زوجة وست بيت ولا مروحة ستاند حاطينها جنبينا؟ عيب كده يا هشام على فكرة. عيب كده على فكرة يا هشام؟ عيب عليكي انت، مش عيب عليا. حرام عليكي الكركبة دي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز افهم ايه اللي انت معيشاني فيه ده؟ ايه ده؟ وبعدين كل الكركبة دي وعندنا شغالة؟ امال لو مفيش؟ ده احنا كنا عفنا، ده ريحتنا كانت طلعت للجيران، ده اللي يعدي قدام باب بيتنا يشم الريحة يغمى عليه ونشغل المستشفى اللي جنبينا. مش فاهماك يعني، انت شايفني معفنه ولا حاجه؟ لا العفو. انا اسف جدا، انا اسف. العفو ده حضرتك انضف من الصيني. مش شايفه؟ مش شايفه الشياكه؟ شايفه الجمال؟ شايفه البيت متساوي ازاي؟ شايفه الهنا اللي انا فيه؟ دي حاجه تهدي الاعصاب جدا. بصي انا اعصابي هاديه موت موت. والله يا حبيبي بقى، انت يوم ما اتجوزتني كنت هانم في بيت بابايا، اوكي؟ وبعدين انا هفضل كده على طول، سواء يعجبك او ما يعجبكش. وعلى رأي المثل، ابويا رباني وجوزي هناني، ولا انت عندك رأي تاني؟ صبرني يا رب على ما بلاني. عايز افهم ايه الموضوع بالظبط. انا جاي من بني سويف على ملا وشي من ساعة ما بلغتوني بالخبر. بدل ما تعمل له اكليله وتزفه لعروسته، هتصلي جنازته يا ابونا، هتزفه عريس للسما يا ابونا. اهدي يا سيسيل، مش كده. امال بنتك تعمل ايه؟ الصدمة شديدة أوي يا أبونا عليها وعلينا. دي لابسة فستان الفرح، مش مصدقة نجومة. ده رد فعل طبيعي للصدمة الشديدة. ما تنسوش انه كان اول راجل في حياتها، ومن صغرهم بينهم وبين بعض حب كبير. ده كان مربيها على ايده. الصدمة جامدة يا ابونا، يا تروح فيها، دي بتنكر موته، بتنكر موته يا ابونا. ما تقلقوش وخلوا عندكم الثقة في ربنا. والنبي داود بيقول على لسان الرب: لست تفهم الآن ما أنا فاعل، ولكنك ستفهم فيما بعد. هي فين؟ خدوني ليها. انا كنت هزعل قوي لو ما كنتش جيت يا ابونا. ما جيش ازاي؟ ده أسعد يوم في حياتي، ولازم أكون حاضر معاك يا بنتي. شفت فستاني حلو ازاي؟ حلو قوي، حلو قوي وزي القمر. تعالي بقى أصلي لك وأباركك. طب استنى بقى لما احط الطرح. مش هعرف البسها لوحدي، وهم كلهم سايبيني النهارده، مش عارفه ليه. سيبي الطرحة وتعالي. تعالي عاوزك. هو انت محتاجة طرحة؟ ده انت زي القمر، وكفاية انك مبسوطة. مبسوطة؟ ده انا مبسوطة قوي. اصل جو يا ابونا مش مجرد راجل انا بحبه، ده حب عمري كله. عارف يا بنتي. ودلوقتي بقى اسمحي لي ادهنك بزيت الست العذراء
عشان ربنا يباركك. وعايزك في الأيام اللي جاية ترمي نفسك في حضن الكنيسة، لأنك مش هتلاقي راحة في الحياة إلا عند ربنا. كلامك بيريحني قوي يا بابا. الله يبارك لك يا بنتي، واسيبك بقى دلوقتي علشان تجهزي نفسك. لا، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش يا ابونا، خليك معايا. حاضر، أنا معاكي معاكي. في ايه يا هشام؟ مالك؟ مفيش حاجه يا بابا. ليه يا هشام؟ ما تقول لأنكل في ايه وخليه يحكم بينا. اهدوا شويه يا اولاد، مش كده؟ مفيش حاجه يا بابا، الحكايه كلها ان احنا محتارين في تعليم هايدي ومش عارفين ندخلها انهي مدرسه. مدرسة أمريكان طبعا، هي بنت أي حد؟ دي بنت هشام مدكور. يا بنتي بطلي الانعاره الكدابه اللي انت فيها دي. ايه يعني هشام مدكور؟ مجرد فرد عايش في مجتمع، يعني عادي يعني. ما تبطل بقى تستقل بنفسك كده. انا مش مستقل بنفسي ولا حاجه، انا عارف وضعي ايه ومركزي ايه كويس قوي، بس في النهايه رحت ولا جيت حته موظف حكومه، يعني مرتبي محدود قد كده اهو. مش فاهمة قصدك، يعني عايز تدخلها مدرسة حكومة ولا ايه؟ ما تقول حاجة يا أنكل. والله يا بنتي انا شايف ان العمليه التعليميه عايزه نسف من اساسها. المنظومه غلط يا بنتي. بس مدارس الأمريكا مختلفة خالص، لأن هما بيعلموا الطفل ازاي يحب المدرسة أكتر من البيت عشان ينتمي لها ويحب يتعلم فيها. تصور يا أنكل إن هما عاملين حمامات سباحة وتراك للخيل في المدرسة. ويا ترى بقى المدارس دي بتحافظ لاولادنا على هويتهم؟ هو يعني المدارس الحكومية هي اللي بتحافظ لهم على هويتهم؟ يعني كده ولا كده الهويه ضايعه. لا طبعا، على الأقل المدارس دي بتديهم مناهج متطورة، بتخلي عندهم لغة، لايف ستايل مختلف مش موجود في أي حتة. ده غير إن هما لما بيكبروا الشركات هي اللي بتجري عليهم. بس مش لما يبقى معانا الفلوس اللي ندفعها لهم يا بابا، ده بياخدوا في السنه الواحده 60,000 جنيه. اجيبهم؟ هو انت ملياردير يا حاج؟ ياه، ده مبلغ كبير قوي. دي اه ثروه يا هشام. انت كل قرش هتحطه في بنتك النهارده هتشوفوا فيها كل شويه. انا رايي انكم تحوشوا لها الفلوس دي لغايه ما تكبر، ولما تبقى تكبر تبقى تاخد الفلوس وتعمل بيها مشروع كبير. اهو شفتي؟ لا مش صح طبعا، اللي بدل ما نشيل لها الفلوس اللي بتقل قيمتها مع الوقت نستثمرها فيها وفي تعليمها. يا جماعه صدقوني التعليم ده بقى استثمار كويس جدا، وخصوصا في المجتمعات اللي زي عندنا. يا ستي ما قلناش حاجه. طيب ماشي، هندفع مصاريف السنه منين؟ ولو قدرت اظبط السنه المره دي، طب ما انا السنه الجايه يمكن ما اقدرش. بقول لك انا مرتبي قد كده. ده غير ان البنت ممكن يحصل لها مشاكل نفسيه، واكيد هتحس انها اقل من زميلاتها، وده طبعا هيأثر عليها. وتبكي وتنهار ويجي لها انهيار عصبي وتبقى مريضه وتبقي انت السبب. طبعا ده بيتهيأ لك، ده انت حتى الامريكان اكسنت عندك زي الزفت وعمرها ما هتتصلح لانك اتربيت وتعلمت ده. ده غير ان المناهج الدراسيه بتاعتها مناهج قديمه جدا، ما فيهاش امريكان اديوكيشن اللي قلت لكم عليه. يا دي الامريكان اللي عامل لك هس هس في نافوخك. فوقي بقى. بابي انا عايزه ايس كريم. ايس كريم يا حبيبتي؟ ايس كريم ايه بس؟ انت عندك برد وكمان سنانك بتوجعك صح؟ بصي اول ما تخفي هجيب لك ايس كريم كبير قد كده اهو، ماشي؟ والنبي يا بابا وحيد هايدي بس هاكله مره واحده. مره واحده؟ اخ منك انت، ما بعرفش ارفض لك طلب. تعالي يا بنت هنا، تعالي يا بنت هنا، تعالي تعالي يا مغلباني، تعالي هنا. السلام عليكم. شايف يا انكل اهو طول الوقت عمال يدلع فيها كده، مخليني مش عارفه اربيها خالص. شوفي يا منال يا بنتي، هشام ابني حنين قوي، ويا ريتك تاخدي من حنيته شويه. ده ابني انا مربيه وعارفه، وبكلمه حلوه هتاخدي عينيه الاتنين من جوه. هو لسه مرزوق ده بقى اتأخر كده ليه إن شاء الله؟ زمانه جاي يا اخويا، وبعدين الغايب حجته معاه. بقول لك إيه؟ أنا مش متفائل. ليه بس؟ ليه بس؟ أنت مش شايفاه اتأخر بقى له قد إيه؟ بعدين اللي ما يحترمش مواعيده ما يحترمش الناس، ودي حاجة تقلقني أنا قوي بقى. طب استنى لما تشوفه، مش يمكن يعجبك؟ إن شاء الله يعجبني، إن شاء الله يطلع كويس، وأنا أكره لك الخير يعني.
لا ان شاء الله والله هيعجبك وهو كويس. تحبيها يا بت؟ انا؟ لا طبعا، هو انا بتاعت الحاجات دي؟ عليا انا يا بت، ده انا خبزك وعجنك من وانت قد كده، من وانت في اللفه. بص يعني هو يعني في حاجات كده ما بيننا زي ما تقول كده استلطاف، بس من بعيد لبعيد. وشافك فين بقى الواد ده؟ في خناقه. خناقه؟ اه. ازاي يعني؟ قامت خناقه في محل القماش اللي انا شغاله فيه، وهو جاي يحقق ويمقق في الموضوع. في الموضوع برضو؟ ماشي، خليها في الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام. اتأخرت ليه يا مرزوق؟ كنت فين؟ لا مؤاخذة، جات لي مأمورية مفاجأة كده هي اللي أخرتني والله. معلش حصل خير. سمعت بقى انك عايز تتقدم لاختي بطه، الكلام ده صح ولا مش صح؟ وش كده؟ طب يا عم بس نقعد ونشرب حاجة كده. ايه ده، انت بتشرب سجاير؟ لا كنت بشرب. صح ولا مش صح الموضوع ده؟ هو صح ومش صح. نعم، يعني ايه يا مرزوق؟ لا يا جماعة، أنا قصدي إن أنا يعني عايز أخطب الأول وبعدين الجواز ده إن شاء الله قدام شوية يعني. طب ما منطقي جدا انك تخطب وبعدها تتجوز. معلش يا آدم، أنا بس أحب أحدد الحدود قبل أي حاجة. ده جواز يا صاحبي مش أي كلام، وبعدين دي حرمة بيت ولازم نحافظ عليها. وبصراحة أنا ما عنديش شقة، وعايش شوية وقت يعني كده لحد ما أحوش تمنها وأدور عليها وألاقيها. تحوش وتدور؟ انت هتبقى اختي عجزت وكبرت ووشها شقه. لا إن شاء الله خير، إن شاء الله ربنا يعطرني فيها وألاقيها بسرعة. وبعدين زي ما أنت شايف أنا أمين شرطة وبدرس في كلية الحقوق، وإن شاء الله فاضل لي سنة وأتخرج وأبقى ظابط قد الدنيا. ده أنت مطحون زينا بقى يا عم مرزوق. وهو مين مش مطحون في البلد دي يا آدم؟ معاك حق. وأنت عايش مع مين بقى على كده؟ مع عمي. أنا أخ على 4 بنات، بس الحمد لله كلهم اتجوزوا يعني مش فاضل غيري. تاهت ولقيناها. عايش مع عمك يبقى تتجوزوا في شقة الوالدة. لا، أنا عايزة شقة لوحدي. جرى يا بطة، أنت عايز الشقة ولا مرزوق؟ الشقة طبعا. عين العقل. حاجة تاني؟ بقول لك ايه يا عم عبيد، بتفكك يا اخويا من حكايه تصوير المستندات دي وتيجي تشاركني. اشاركك فيها يا زغلول. انا اقول لك تضم محلك على محل الملابس بتاعنا وربنا يكرمنا ونوسع المجال. ايوه بس انا الصراحه يعني ما بفهمش في شغلانه الملابس بتاعتكم دي. ومين بيفهم يا حبيبي؟ انا ذات نفسي ما بفهمش في الملابس. شوف يا عبيد اخويا، ما دام الرزق حلال ربنا بيبارك، وبنستر الناس ربنا بيكرم. ايوه بس الصراحه يعني انا يعني ما زي ما تقول كده ما معيش فلوس يعني اشاركك بيها. ما تشيلش هم، اعتبر نصيبك في الشركه مهر هنا بنتي. انا بنتي؟ ايوه يا عم عبيد، مهرها. مهرها من مين؟ من ابني الديسي زغلول الديسي. الديسي يتجوز انا؟ اليمامه دي تتجوز الديسي؟ ماله يا عبيد؟ واد مجدع وكتسيب وبيحتكم على مشروع قد كده، واد مارش. شوف يا حبيبي، عايزك تروح تفكر وتشاور وبعدين ترد عليا. ايوه يا عم زغلول، يعني ما تاخذنيش، يعني انا نسبتي هتبقى النص بالنص. نص بالنص ايه يا عمونا؟ شوف محلك وشوف محلنا. لا بصراحه بقى انت ناوي على طمع. هو يا عم لا طمع ولا حاجه، صحيح انتوا محلكم اكبر بس انا برضو المحل بتاعي مرزق، عتبت مرزق وكفايه ان هواه بحري. طب احنا عاملين حسابنا نركب اير كومبيشن. يا عم سيبك من الاير كومبيشن والحاجات اللي انت عمال تقولها دي. انا نسبتي هتبقى كام؟ انا اقول لك يا عبيد اخويا، عشان انت حبيبي هديك 10%. 10%؟ 10% دي قيمه هنا ليه؟ انت عاملها بالوزن؟ بصراحه بقى اكتر من كده تبقى واقفه بخساره عليا. يا عم ما اقول لك على حاجه، احنا هنخليها 30%. لا 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 يا حبيبي، ده كتير قوي كده، تبقى بخساره عليا. يا عم هو انت بتشتري قماش ولا بتفصل جاكيتة؟ شوف خليهم 25% والنبي ما انتهي الحاجه وتقول مبروك. وهتجربني
ولعلمك انا موزة، لو شاركتني شوف الخير اللي هيجيلك. وبعدين يا جورج، انا حاسه ان بنتي بتضيع مني. الدكتور ما قالكش حالتها دي هتفضل قد ايه كده؟ قال لي لازم نهودها وناخدها على قد عقلها لحد حالتها ما تهدى وتمر بسلام. لغايه امتى؟ الدكتور ما قالش. المهم مفيش داعي نضايقها، كفايه اللي هي فيه. جيب العواقب سليمه يا رب. على فين يا بنتي؟ ها؟ ما اعرفش يا بابا، انا بكلم جو على التليفون مش بيرد، قلقني. قلت اروح اشوفه فين ده. هتدوري عليه فين يا نانسي؟ في الشقه. ما هو قال لي امبارح ان هو هياخد حد من العمال وهيروحوا يظبطوا حاجه هناك، واكيد طبعا سايب موبايله سايلنت وما بيردش كالعاده. طب استني اما البس واجي معاكي. لا يا بابا، انا هروح واجي بسرعه. هتسيب بنتي كده يا جورج؟ الدكتور قال لازم نسيبها على راحتها، ما نعاندهاش عشان حالتها ما تسوقش اكتر. هو في أسوأ من كده؟ استر يا رب. انا خايفه بنتي تعمل حاجه في نفسها. ما تخافيش، هي هتروح تدور عليه مش هتلاقيه، هترجع تاني. وافرض سألت حد وقالوا لها انه مات، بنتي هتنتحر يا جورج. معاكي حق، انا هلبس بسرعه وامشي وراها وراقبها من بعيد. الحقها الحقها لا تعمل حاجه في نفسها. جيبي العواقب سليمه يا رب. والله العظيم خلصت وجايه في الطريق خلاص. انا في السوبر ماركت اللي قدام الجامعه بجيب حاجه كلها عشان هموت من الجوع. يلا بقى اقفلي بلاش ملل. ماشي يا غلسه مش هتاخر. يا معلم انا في الجامعه. طب بقول لك ايه، اسبقوني انتوا بقى على البيت. يا اخي ما تبقاش بارد بقى، يلا اسبقوني. بقول لك ايه اقفل، هكلمك تاني. هو انت هنا؟ ده انا نفسي ازنقك الزنقه دي من زمان. تعالي لي يا بطه. لو سمحت عايز نص كيلو جبنه رومي وربع زيتون كلاماتا. هاي ازيك؟ على فكره انا زميلك في الدفعه، انت مش فاكراني ولا ايه؟ لا مش واخده بالي. ازاي يعني؟ العربيات السبور اللي قلب الجامعه دي كلها مش شفتهاش خالص؟ شفت العربيات بس ما همنيش اعرف مين صاحبهم. انا بقى يا ستي صاحبهم، وجات لك الفرصه انك تتعرفي عليا. كريم ابو المكارم. على فكره انا كنت حابب يعني اسجل اعجابي الشديد بتفاصيلك. بتفاصيلك؟ تفاصيلك يعني لبسك، ستايلك، ريحه برفانك، كل دي اسمها تفاصيل. وانت بقى يا ظريف فاكر نفسك كده بتعاكس؟ عاكس؟ ايه الجو القديم ده؟ وايه الجو الجديد بقى؟ انا مش الشباب اللي بيخلص. بتخلص ايه بالظبط؟ ما تيجي ونسميه مليجي بقى. نعم. ايه في ايه؟ طب يلا ونسميه عبد الله. انت قليل الادب بس لذيذ. طب يا لذيذ لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي حالا همسح بكرامتك الارض. طب خلاص هشوفك وقت تاني تبقي هاديه. تاكس. ايه السماجه دي؟ ساعديني بدل ما انت كده. يا مساء الورد والفل والازهار على احلى ام في الدنيا. يا حبيبي مساء الفل يا حبيبي. افرحي يا صبرا. خير، بشرني يا وش السعد. بنتك المفعوصه كبرت وعدالها جالها. تتكلم جد؟ والله. يا ما انت كريم يا رب. وده مين ده بقى ان شاء الله؟ ده شغال امين شرطه وبيدرس في حقوق. الله، وده عرفته منين؟ في خناقه. ايه؟ خناقه؟ كان بيحقق ويمقق. حقق ويمقق؟ بس مقق صح. ربنا يفرحك يا بنتي. يعني انت شايف يا ادم ان هو طيب وبيخاف ربنا وهيخاف على اختك؟ بصراحه لا. ايه؟ لا يعني انا بهزر معاكي. لا الواد شكله جدع وابن حلال. انت بس بشري ابويا والباقي على ربنا. احمدك واشكر فضلك يا رب. ربنا يتمم لك على خير. قادر يا كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب. سامع الفال يا ام هنا عشان تعرفي الخير على قدوم الوردين. اتأخرت ليه يا راجل؟ كنت بعمل صفقة العمر. صفقة ايه دي؟ جواز هنا بنتك. جواز هنا؟ هي هنا بيعة وشروة عشان تعمل بيها صفقة؟ لا بيعة ولا شروة يا اختي، خاطبها طلبها وانا وافقت من حيث المبدأ. خطبتها لمين؟ لا لسه، هي بالسهل كده، دي برضه هنا، وهنا تتقل بالدهب.
ما قلتليش مين العريس؟ الديسي. يا لهوي، الديسي ابن زغلول الديسي. يا اختي الديسي ابن زغلول الديسي هو بعينه. يا لهوي، ده طور، ده مهزقة الحتة وغبي من يومه. ايوه يا اختي بس مقرش، وقرشه بقى يخلي غباوته زكاوة. وبعدين هيشاركني نفتح المحلين على بعض وابقى شريكه بالربع، ونسيبنا بقى من حكايه تصوير المستندات وبيع الارواح والملبس للعيال والحاجات اللي ما بجيبش همها دي. يعني انت شايف كده يعني؟ امال ايه؟ خلينا بقى نكسب بالجنيهات، سيبك بقى من القروش والشيلينات والكلام الفارغ ده. طيب بس انا مش عارفه بنتك هتوافق عليه ولا ايه، ده البنت ما بتطقهوش. ما هو ده دورك بقى يا ام هانة، عايزك بقى تليني دماغها ان شاء الله حتى تسقيه لها بالمعلقه.